كلمات الشاعر الجويد أحمد السيباني، أداء المنشد الوزيري. تسلم يمينك تسلم يا شيخ بعزام، كريم والله من بعد ساس الأكرام، كريم والله من بعد ساس الأكرام، مقدام للدين أول الخير مقدام، ثابت وراسخ في تجلى بالأيام، ثابت وراسخ في تجلى بالأيام. تسلم يمينك تسلم يا شيخ بعزام، كريم والله من بعد ساس الأكرام، كريم والله من بعد ساس الأكرام. يا دوري الشهداء لقدام قدام، للعام هذا وأيضا العام بعد العام، للعام هذا وأيضا العام بعد العام. لعيبة وحراس ولجنة وحكام، مجهودكم بصمة وتوقيع وختام، مجهودكم بصمة وتوقيع وختام. تسلم يمينك تسلم يا شيخ بعزام، كريم والله من بعد ساس الأكرام، كريم والله من بعد ساس الأكرام. مني تحية بالوفا طيبة وسلام، من سال دمه فوق تأمين الأقسام، من سال دمه فوق تأمين الأقسام. شهد المكلة جرى كريم والله من بعد ساس الأكرام، كريم والله من بعد ساس الأكرام. مني تحية بالوفا طيبة وسلام، من سال دمه فوق تأمين الأقسام، من سال دمه فوق تأمين الأقسام. شهد المكلة جرى الراس ووسام، شهد العيون عزه وراياته وإعلام، شهد العيون عزه وراياته وإعلام. تسلم يمينك تسلم يا شيخ بعزام، كريم والله من بعد ساس الأكرام، كريم والله من بعد ساس الأكرام. إذا مشاهدينا متابعينا في هذا المكان استغلالا أيضا للوقت والفرصة من أجل التكريم الأول في الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين، نأتي أولا لفقرة تكريم الحكام من كانوا أيضا وأداروا المباريات في هذا طوال مشوار هذا الدوري بشهادات تقديرية مع صافرة، أيضا شكرا وتقديرا لهم لما أيضا ما قدموه من خلال قيادتهم لهذه مواجهات هذا الدوري. أولا نأتي لتكريم الحكم أحمد سالم مسهور من يقود أيضا هذا اللقاء وهذا الفينل، والحكم أيضا شاكر صالح بسواقي، والحكم أيضا سامي أحمد عباد، والحكم سالم المرشدي، والحكم مراد عبد الله بمخرمة، والحكم محمد محفوظ بحشوان، والحكم إبراهيم سالم سونك، وأيضا محمد سعيد بوزير، وهاني سعيد عبيد الله، والسالم فرج غيث، وأيضا عبد المنعم عمر بفرج، ومحمد جمعان بهم عيبد، ومحفوظ سعيد بن تمام، ولطفي أحمد برامي، ومجدي عبده بمبروك، ومحمد سالم بغريب، وسعيد أحمد بنصر، وأحمد الجويد بسلوم. وأيضا تكريمي الإعلامية والشخصيات الرياضية، إذا تكريمي الإعلاميين والشخصيات الرياضية من كان أيضا لهم الدور الكبير من أجل إنجاح فعاليات هذا الدوري وهذه البطولة. أولا الكابتن فهمي بحمدان أيضا من قدم أيضا في هذه البطولة شيء الكثير من أجل إنجاح هذا الدوري، فهمي بحمدان إذا من يستلم في هذه الليلة وفي هذه اللحظة الشهادة التقديرية. وأيضا الإعلامي فادي حقان، الإعلامي فادي حقان أيضا. والإعلامي أيضا مبارك بدر بقطيان، الإعلامي مبارك بدر بقطيان. وأيضا الإعلامي هاشم عبيد المطملي أبو رواحة. مصور عارف كرمون ابو ياسر، والمصور ايضا عارف عمر باكر موم.
ابو ياسر. وايضا الاعلامي عبد الله الجويد بسلوم ابو حمدان، مسؤول ايضا النقاط الامنيه. الدكتور سالم الجويد بسلوم، وايضا الدكتور سالم الجويد بسلوم، الشخصيه الرياضيه صلاح الجابري ابو سامي، والشخصيه الرياضيه صلاح الجابري ابو سامي. ينوب عنه صالح العطاس للاستلام الجاي. ينوب عنه ايضا صالح العطاس لاستلام ايضا الشهاده التقديريه. وايضا مدير امن الشركه عمر الحيقي. والمهندس ايضا محمد عمر باقديم. والعم فارس العم عمر بجوع، والعم ايضا عمر بجوه. وايضا اداره فريق الزمالك بالعيون من يقام ايضا هذا الدوري وهذه البطوله في ملعبهم. جمع اللواء الشهيد عمر برشيد، وايضا مجمع اللواء الشهيد عمر برشيد بالعيون. ومدرسه عبد الله غريب، مدرسه عبد الله غريب. المسعف عبد الله سعد المطلب، مسعف الدوري. وايضا المسعف في هذا الدوري الكابتن عبد الله سعد المطملي. وفريق ايضا الهلال بقيل بوزير. واحمد عبد الله بقديم ايضا بحمدين. ومحمد احمد بعشوت مسعف ايضا في هذه البطوله في هذا الدوري. محمد احمد بيعشوت من كان ايضا مسعفا في هذا الدوري. خلاص خلهم بعد المباراة، بعد المباراة كابتن عم، بعد المباراة بعد المباراة لا نبدأ المباراة. اذا نعود مشاهدينا متابعينا في هذا المكان في شوط المباراة الثاني، شوط المدربين. اذا كيف تكون الامور؟ ما هي المعطيات وما هي الظروف التي ستكون في شوط المباراة الثاني؟ وكيف ستكون الامور؟ هل يحود فريق الاحرار في شوط المباراة الثاني ويعدل النتيجة وايضا بعد ذلك حديث راح يكون ايضا ثاني، ام يستمر فريق الاحقاف بالتقدم في هذا اللقاء؟ بالتقدم في هذا اللقاء دقيقة ونصف على بداية وانطلاقة شوط المباراة الثاني، شوط المدربين، شوط التغييرات. محمد بوزير من اجل عودة الاحرار والمدرب جمال بعبود من اجل استكمال صورة هذا الفينل بانتصار الاحقاف. ضربة حرة لمصلحة الاحرار، يتطلعون للعودة. مرت الى خارج ارضية الملعب، كانت باليسار عن طريق اللاعب 17 في اللقطة الماضية، عن طريق صاحب الرقم 17 محمد ابراهيم من شارك في شوط المباراة الثاني كبديلا، من شارك في شوط المباراة الثاني كبديل، لكن الكرة عدت الى خارج الملعب، تعود الى ضربة مرمى لمصلحة فريق الاحقاف، تعود الى ضربة مرمى لمصلحة فريق الاحقاف. اذا شوط المباراة الثاني، هل من تغييرات تذكر على مستوى النتيجة ام تستمر الامور بتقدم فريق الاحقاف بالهدف الوحيد اللي سجله اللاعب عبد الله بوزير وليس زكريا احمد كما ذكرنا بانه من سجل الهدف الوحيد
زكريا أحمد لا، اللي سجل كان اللاعب عبد الله عمر بوزير. ظلمناه في الشوط الأول، ظلمناه في الشوط الأول. نذكر مرارا وتكرارا بأن من سجل الهدف هو زكريا أحمد لا، كان من نصيب اللاعب عبد الله أحمد بوزير صاحب الرقم 11 هو من سجل الهدف الأول. هكذا كانت الأخبار وهكذا أتى الخبر التعديل لمن سجل الهدف، واسم من سجل الهدف في هذه الليلة رمية جانبية لمصلحة فريق الأحقاف لكنها مقطوعة. تعود من جديد الكرة في منتصف الملعب، كأس البطولة والوصافة والكؤوس أيضا والجوائز الفردية تضع في مكانها المؤقت في انتظار أن تذهب إلى العاصمة أو تذهب إلى الزبين سعاد أو تذهب إلى الزبين سعاد. أبناء فريق الأحقاف يريدون الانتصار، بينما أبناء أيضا منطقة الأحقاف يريدون بأن يسعدون في هذه الليلة. هنا الركنية لمصلحة فريق الأحرار للعميد من يبحث عن هدف العودة. هنا أيضا بالفانيلات بالشعارات بأيضا الأسماء تتشابه كثيرا مع كلاسيكو الدوري السعودي ما بين الاتحاد والهلال، ما بين الاتحاد والهلال، ما بين العميد والزعيم. لكن هنا عميد وهناك أمواج زرقاء لمن يكون الانتصار. أحد لاعبي فريق الأحقاف ملقى على أرضية الملعب، نتمنى له السلام إن شاء الله وجميع اللاعبين في هذا اللقاء. ونذكركم أكيد بالدربي الشهير في هذه الليلة، دربي جدا شهير ما بين الاتحاد والأهلي، ما بين العميد والراقي. هناك في الجوهرة المشعة، لكن هنا أيضا من شع النور في هذا اللقاء ومن سجل الهدف الأول عبد الله بوزير. إذا من أنار الطريق في هذا الفينل في هذه الليلة للفريق الأحقافي في هذه الأمسية. كرة تعود إلى ضربة مرمى، الرياح هدأت بعض الشيء، هل تكون أيضا من نصيب فريق الأحقاف حتى نهاية اللقاء؟ تمريرة في منتصف الملعب مقطوعة وصلت من جديد، لكن العودة والتغطية والتمريرة في مكان سليم. الكرات المتبادلة، يا سلام على المحاولات والنقلات القصيرة المتبادلة، الله عليك. مر اللي في 16 عدى وراح يحاول لكنها مقطوعة بالأخير. تعود لمصلحة فريق العميد، تعود لمصلحة الأحرار في ناحية اليمين. الكرة عدت ومرت بقرار المساعد الأول في اللقطة الماضية وتحولت إلى رمية جانبية. هي الراية تطير من يد أكيد في ظل هذه الظروف. الكل يتحمل في مثل هذه الظروف لهذا اللقاء وهذا النهائي. الراسية تأتي هكذا شاءت الأقدار بأن تكون الرياح حاضرة في مباراة هذه الليلة. هنا المرور، هنا التقدم، هنا صاحب الهدف الوحيد يحاول، صاحب الرقم 11 عبد الله بوزير أرسل الكرة أمامية. المحاولة لمصلحة فريق الأحقاف لأبناء الشرج يحاولون، يا سلام على اللفة الدوران، الله على إرسال الكرة في ناحية اليمين لكنها مقطوعة. تعود من جديد لمصلحة العميد، المرور بشكل سليم لكن أيضا بالأخير تقطع الكرة الماضية. محاولات ونقلات من أجل هدف التعديل في هذا اللقاء لأبناء الزبين سعاد، ممثل الشحر الوحيد من يلعب في هذا الدوري، من شارك في هذا الدوري وأمله كبير بأن تكون البطولة من نصيبه، بأن تكون البطولة في خزائن هذا الفريق اللي شارك في هذا الدوري في مشواره في هذا الدوري. في المباراة الأولى فاز بنتيجة 3-0 على حساب فريق زمالك الهندسية. في المباراة الثانية فاز أيضا فريق الأحرار على فريق بحر شحير بنتيجة 2-0 وفي المباراة الثالثة فاز هو الآخر على حساب عاصفة القارة بنتيجة 1-0 في المباراة الرابعة بالتعادل أيضا السلبي مع فريق الساحل، وحتى ركلات الترجيح التي كانت أيضا بالتعادل 3 ركلات مقابل 3. بالأخير القرعة كانت من نصيب فريق الأحرار للتأهل والوصول إلى مباراة الفاينل. إذا بالقرعة هم وصلوا إلى المباراة الأخيرة لكن أيضا
في هبوط على مستوى النتائج، في هبوط على مستوى النتائج بالعدد التنازلي. فريق الأحرار في الأولى 3-0، في الثانية 2-0، في الثالثة 1-0، وفي الأخيرة 0-0. إذن أخشى عليهم من الخسارة في مباراة اليوم، لأن نتائجهم أيضا بالعدد التنازلي 3-0، 2-0، 1-0، وبالأخير 0-0. اليوم 1-0 أيضا على حسابهم، 1-0 في مرماهم. الكرة في منتصف الملعب، الرياح تعود مرة أخرى من أجل إنقاذ فريق الأحرار من أجل دوامة الخسارة في هذا اللقاء. هنا الكرة في ناحية اليسار ملعوبة، المحاولات تأتي، النقلات في ناحية اليسار لكن مقطوعة بالأخير، وصلت في خط الدفاع، إبعاد من الكابيتانو. الكرة في منتهى الخطورة، رأسية، إبعاد من الكابيتانو، إبعاد من صاحب الرقم إذا 17 أشرف العكبري. أبعد اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية ربما تعود. الكرة الماضية حقيقة الرؤية لا تسمح لنا بأن نشاهد الكرة في الناحية على اليمين. هنا ضربة ركنية أو رمية جانبية، نشاهد ونتابع. حكم اللقاء نعم يشير إلى ضربة ركنية لمصلحة الأحرار للعميد. فهل من هدف يذكر؟ فهل من هدف يذكر؟ الجمهور لفريق الأحرار يتمنى بأن يأتي هدف التعديل، هدف التعديل، لكن الكرة أيضا أبعدت، عادت مرتدة لمصلحة فريق الأحقاف. الانطلاقة والسرعة، الهروب من الف 16، لكن العودة، لكن التغطية من محمد بطاط، والعودة تمريرة في منتصف الملعب تأخر فيها الرقم 7، بالتالي أبعدت الكرة الماضية. تعود من جديد المحاولات والعودة في خط الدفاع لفريق الأحقاف، المرور لكن مقطوعة، التمريرة في ناحية اليسار والهروب. ممكن يسجلون هدف التعديل في ظل هذه الأجواء، في ظل هذه الرياح التي ستساعدهم من أجل الوصول إلى مرمى فريق الأحقاف، مثلما كانت أيضا مع فريق الأحقاف طوال شوط المباراة الأول. الكرة أدراج الرياح تذهب وتعود إلى ضربة مرمى لمصلحة أبناء العاصمة المكلا، لمصلحة فريق الأحقاف. في اللقطة الماضية الكرة في خط الدفاع ملعوبة عند أشرف العكبري، الكرة في ناحية اليمين، المحاولات لكن مقطوعة، العرضية قد تأتي لكن إبعاد. المحاولات والصراع مستمر ولن ينتهي أبدا مشاهدينا الكرام إلا مع صافرة نهاية هذا اللقاء ونهاية هذا الفاينل، نهاية هذا الفاينل والعرس الكبير لمنطقة العيون. نعم عرفانا لشهداء من ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم من أجل الدفاع عن هذا الوطن، عن هذا الوطن وهذه المحافظة أيضا تحديدا محافظتنا حضرموت، التي أيضا وقف رجالها من أجل أن تعود حرة، من أجل أن تعود مرة أخرى وتستقيم بعد أن كانت أيضا وعبث بها العابثون. عادت مرة أخرى بفضل الله وبفضل أيضا قوات النخبة وكل الشرفاء من منطقتنا أو من عفوا محافظة حضرموت من ضحوا بأرواحهم، كل الشهداء نسأل الله أن يرفعهم في عليين ويسكنهم أيضا فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، آمين يا رب العالمين. كرة في خط الدفاع لكن وصلت عند حارس المرمى، وصلت عند حارس المرمى عبد الرؤوف عبد الله، بيلعب له كرة في ناحية اليمين، محاولات لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب بالأخير. وهنا التغيير الآخر في صفوف فريقي على حرار يترك أرضية الملعب. إذن صاحب الرقم 10 يقادر ويترك أرضية الملعب، معتز مقرم إذن يترك أرضية الملعب، والبديل صاحب الرقم 8 اللاعب أسعد. إذن أسعد بسيود هو البديل في هذا اللقاء، وشارك أيضا محمد إبراهيم في شوط المباراة الثاني. ومع بداية شوط المباراة الثاني إذن الكرة تعود إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الأحقاف. نرحب بكل الضيوف الحاضرين وبكل الضيوف المتواجدين في هذه الليلة، القائد أيضا وقائد معسكر كوارتز القائد مؤيد التميمي من حضر أيضا في هذه الليلة
في هذه المواجهة، وعدد من الضباط وعدد أيضا من القيادات الشرفاء لمحافظتنا حضرموت، إذا من يحضرون في هذه الليلة وفي هذه الأمسية من أجل نجاح هذا الدوري ومن أجل اكتمال صورة جمالية لهذه البطولة هنا في منطقة العيون، هنا في هذا البلد، بلد الحفاوة والكرم والناس الطيبين، يأتون في هذه الليلة من أجل نجاح هذا الدوري، من أجل نجاح هذا الدوري برعاية الشيخ عمر باقرن بسلوم أبو عزام، من كان دائما في هذا الدوري من أجل النجاح. إذن عمر باقرن بسلوم عفوا الشيخ أبو عزام من حضر ويحضر أيضا متواصلا في هذه الليلة، من أيضا أتى من المملكة العربية السعودية. المحاولة تعود في خط الدفاع لكنها أيضا مقطوعة في ناحية اليسار، تأتي المحاولات مستمرة، التغييرات من المدرب محمد بوزير من أجل أن تتغير نتيجة هذا اللقاء. حتى الآن مستمر نتيجة 1-0 لمصلحة فريق الأحقاف، لمصلحة أبناء الشرقية، يتقدمون حتى الآن عن طريق اللاعب صاحب الرقم 11 عبد الله بوزير. إذن محمد بوزير يريد حلولا في هذه الليلة لفريقه من أجل الانتصار. ما هي الوسائل، ما هي الطرق التي ستوصل إلى كأس البطولة وإلى كأس البطولة؟ يبحثون كما ذكرنا عن بطولة لافتتاح هذا العام، عن بطولة لافتتاح هذا العام. في عام 2016 حصلوا على 4 كأس وصافة، لكنهم اكتفوا أكيد من كؤوس الوصافة ويبحثون عن كأس البطل، يبحثون عن كأس البطل. هكذا يريدون بأن تكون الليلة من نصيبهم، بينما فريق الأحقاف أيضا يتمنى بأن تكون البطولة رقم 40 في خزائنهم في هذه الليلة، وأيضا جائزة 100,000 من نصيبهم، من نصيب من تكون هكذا جوائز وبطولة وكاس وصافة. إذا نشاهد ونتابع إذا الداعم المستمر في هذه البطولة الشيخ عمر بكر إذن أبو عزام من كان حاضرا متواجدا، من أتى كما ذكرنا من المملكة العربية السعودية من أجل الاحتفال هنا مع أبناء هذه المنطقة، من أجل الاحتفال في هذه الليلة في هذا اليوم. تصويبة إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب أسعد مهيدي إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق الأحقاف، لمصلحة فريق الأحقاف. نعم ضربة مرمى عند الحارس عبد الله إبراهيم الحكم. إذن وفي اللقطة الماضية نعم ورقة صفراء تظهر، لا ندري على من نصيب من الورقة الصفراء التي ظهرت في اللقطة الماضية. إذن ربع ساعة مرت وعدت مشاهدينا الكرام متابعينا في هذا المكان، يا من حضرتم وتواجدتم في هذه الليلة، وإذن تحملتم يا من حضرتم أيضا وتحملتم السفر وأيضا قطع الطريق والمشوار الطويل من أجل الوصول في هذه الليلة في ظل الرياح في هذا اليوم أيضا التي نتمنى بأن لا تؤثر على سير هذا اللقاء. كرة وصلت في منتصف الملعب، المحاولة تأتي، نرحب بالكابتن عبد الله عامر نجم نادي الأهلي. إذا من يحضر في هذه الليلة وكل الضيوف الحاضرين والمتواجدين، الأسماء لا ولن تنتهي أبدا إلا مع نهاية هذا اللقاء وهذا الدوري وهذا الفينل. عمل كبير، شغل كبير يقومون به اللجنة المنظمة لهذا الدوري، اللجنة المنظمة لهذا الدوري. نعم شباب تجمعوا، كان حبهم عشقهم لكرة القدم، نظموا هذا الدوري بهذه المنطقة، نعم منطقة العيون، من أجل أن تكون أيضا منطقة حاضرة رياضيا وكرويا وكل شيء. هكذا كان تنظيم هذا الدوري، أكيد مجهود كبير. كل من نظم بطولة يعلم بالمجهود، يعلم بالجهد الكبير الذي يبذله كل منظم لبطولة. كانت
أيضا البطولة بعمل بشغل كبير. شكرا لكل الجنود المجهولون من يقفون خلف التنظيم ومن يساعدون أيضا من أجل نجاح هذا الدور. نعم بالمساعدات المستمرة من أجل إنجاح هذه البطولة. حلمهم أملهم بأن تنجح هذه البطولة ويكون مسك الختام، خير ختام لهذا الدوري، خير ختام لهذا الدوري. نرحب بالكابتن عبد الله بآمر والكابتن أيضا صلاح الحضرمي لاعبي نادي الأهلي سابقا من يحضرون في هذه الليلة، وعدد أيضا من الضيوف الحاضرين والمتواجدين في هذا اللقاء. الكرة أيضا والمباراة لا زالت بنتيجة 1-0 لمصلحة فريق الأحقاف، لمصلحة فريق الأحقاف على حساب أبناء الأحقاف، على حساب أبناء الأحقاف. نعم تقدم في الدقيقة 19 من شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب عبد الله عمر بوزير، إذن هو من سجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء صاحب الرقم 11. الكرة في منتصف الملعب وصلت في ناحية اليسار لمصلحة فريق الأحرار. العميد يبحث عن طرق، عن وسائل، عن حلول ترشدهم إلى طريق مرمى فريق الأحقاف في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني. إذا ما هي الوسائل والحلول والطرق التي ستوصلهم إلى مرمى فريق الأحقاف، إلى مرمى الموج الأزرق الذي ارتفع في هذا اللقاء وفي هذه الأمسية، ويغطي أيضا بعض الشيء على الفريق الذهبي، على الذهب. نعم عمر الذهب ما يصدي. هل تصدق هذه المقولة في هذه الليلة وينتصر الفريق الذهبي؟ هنا محاولة على طريقة الهدف الأول كانت، لكن المساندة المتابعة لم تحضر. الكرة عدت إلى خارج الملعب بعاد وإلى ضربة ركنية لمصلحة الفريق الأصفر، لمصلحة العميد. يبحثون عن الطريق المؤدي إلى مرمى عبد الله إبراهيم، إلى الطريق المؤدي إلى مرمى عبد الله إبراهيم. إذن هل يحصلون على الرمز السري لهذا المرمى؟ الكرة أرضية وصلت وعادت، ممكن عرضية نعم تأتي، لكن راسية، لكن إبعاد، لكن روح، إصرار، عزيمة من أجل الانتصار وعدم أيضا إفلات القبضة عن كأس البطولة. هل يريدون إحكام القبضة عن كأس البطولة؟ أبناء العاصمة المكلا، أبناء الشرج فريق الأحقاف من تقدم في هذا اللقاء وحتى الآن يستمر بالتقدم. كرة إلى خارج أرضية الملعب من المدافع في اللقطة الماضية، تعود إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الأحرار. هل يستقلون الرياح وعملها في هذا الشوط، شوط المباراة الثاني؟ حتى الآن 1-0 نتيجة هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، متابعين في هذا المكان، ضيوفنا الحاضرين والمتواجدين في هذه المواجهة، لا جديد يذكر سوى التعادل أو عفوا سوى التقدم بنتيجة 1-0. المحاولة تعود، اللف والدور. يا سلام، الله عليك، الله عليك في هذا المكان، ويلعب وهو رايق بكل هداوة. الكرة في ناحية اليسار، أندلف 16 تمريرة إلى الرقم 3 يتحرك فيها اللاعب أحمد بعويضان، يحاول لكن إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الأحقاف. نعم رمية جانبية في ناحية اليمين، وصلت وعادت إلى الرقم 14 زكريا أحمد، عودة إلى اللاعب ناصر السعدي لكن مقطوعة. الكرة في منتصف الملعب، عادت مرة أخرى إلى الكابيتانو أشرف العكبري، لعب الكرة أمامية. إبعاد الكرات، المحاولات، المباراة هدأت بعض الشيء مشاهدينا الكرام في شوط المباراة الثاني، لكن ربما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، ربما الهدوء الذي يسبق العاصفة. إذن المحاولة إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق الأحرار في ناحية اليسار، يتقدمون من أجل هدف التعديل، يبحثون الكرة في خط الدفاع، عدت إلى خارج الملعب والقرار يأتي برمية جانبية لمصلحة فريق الأحرار من حكم اللقاء في اللقطة الماضية، من حكم اللقاء في اللقطة الماضية السيد أحمد مسهور. إذا ملعوب الكرة، التقدم يأتي، المحاولة في ناحية اليسار، ممكن عرضية مثالية، ممكن أيضا متابعة وراسية من أجل هدف التعديل، لكن هنا المتابعة والراسية تأتي من المدافع. إبعاد الكرة الماضية، تعود الكرة مرة أخرى في منتصف
في الملعب. يبحث الفريق العميد عن نفسه، عن ذاته في هذا اللقاء، يبحث عن ذاته في هذه المواجهة، لكنه حتى الآن لم يقدم المستوى المطلوب الذي أيضا تعمل جماهيره بأن يظهر من خلاله. نعم، أبناء الزبين سعاد كلهم خلف هذا الفريق بالدعوات من أجل الانتصار، بالدعوات من أجل الفوز، بينما أيضا ممثل عاصمة حضرموت فريق الأحقاف من أجل إسعاد جماهيره في هذا اللقاء. كرة باتجاه المرمى، لكن حارس المرمى تصويبة كانت من مسافة بعيدة عن طريق اللاعب محمد بطاط، لكن أيضا حارس المرمى محمد بطاط، لكن حارس المرمى أيضا هو كان في الميعاد عبد الرؤوف، أيضا عبد الرؤوف عبد الله. الكرة تعود مرة أخرى، المحاولة لمصلحة فريق الأحرار، لمصلحة فريق الأحرار. كرة فيها خطأ وضربة حرة لمصلحة فريق الأحقاف في اللقطة الماضية. سلمت للاعب الملقى على أرضية الملعب، أتمنى له السلامة إن شاء الله وجميع اللاعبين. طلال أحمد في اللقطة الماضية هو الملقى على أرضية الملعب، أتمنى له السلامة وجميع اللاعبين في هذا اللقاء. كرة ملعوبة لمصلحة فريق الأحقاف، لمصلحة الموج الأزرق من تقدم في هذا اللقاء ويستمر بالتقدم حتى الآن، لكن هنا خطأ في اللقطة الماضية لمصلحة فريق العميد، لمصلحة الأحرار، في ظل أيضا الصيحات من جماهير الأحرار التي قطعت المسافة الطويلة. الله يكون في عون الجماهير اللي قطعت المسافات من أجل متابعة فريقها، من أجل مشاهدة هذا الفاينل. نعم أكيد اليوم لقاء كبير هناك في الدوري السعودي ما بين العميد والراقي، ما بين الاتحاد والأهلي، في ديربي جدة شهير، في ديربي جدة شهير. البعض ربما تفوت البداية نظرا أيضا لبعد المسافة الاحتفالية، أيضا الأفراح التي ستكون لفريق الفائز والمنتصر في هذه الليلة. العودة مرة أخرى، الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. الكرة فيها رمية جانبية لمصلحة فريق الأحرار الذي لم يقدم مستوى يشفع له في هذه الليلة حتى الآن. لكن كرة القدم أيضا بالخواتيم حتى الآن. التقدم لمصلحة الأحقاف، لكن لا مستحيل بأن يعود فريق الأحرار ويكسب الرهان ويكسب اللقاء في هذه الليلة. كرة القدم عليك بأن تنتظر حتى الأخير، حتى صافرة نهاية اللقاء. ملعوب الكرة ويذكرنا كثيرا السيرخيو راموس، من يعود بالريال دائما وابدا، من يعود بالريال دائما وابدا في الأوقات الأخيرة، في أوقات الجحفلة. نعم، هل يعود فريق الأحرار في هذا اللقاء؟ كل ما يفصلنا على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة ككل مشاهدينا الكرام، كل ما يفصلنا على النهاية 10 دقائق فقط، كل ما يفصلنا على نهاية هذا اللقاء. إذا رامي عوض يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات ويشارك اللاعب عبد الله بجندوح إذن هو البديل، صاحب الرقم 20 الراسية. المتابعة والعودة مرة أخرى. الأحرار يريد بأن يتحرك ويحرك هذا اللقاء ويحرك هذا الكلاسيكو هنا في أرضية هذا الملعب، ملعب فريق الزمالك بالعيون الذي يشهد هذا النهائي الكبير وهذا العرس الكبير. المحاولة عدت، الكرة مرتدة، لكن أيضا الصافرة من حكم اللقاء في اللقطة الماضية. الصافرة تأتي ربما يشير إلى خطأ ورمية جانبية. نشاهد ونتابع حكم اللقاء. نعم، والورق والضربة الحرة نعم لمصلحة فريق الأحرار في هذه الكرة. ومن خلال هذه اللقطة نشاهد ونتابع كل لاعبي فريق الأحقاف يعودون إلى منطقة الجزاء من أجل إبعاد الكرة، من أجل إبعاد الخطر عن مرمى فريقهم. لا يريدون بأن تكون كرة التعديل هذه. نشاهد ونتابع هنا الضربة الحرة المباشرة لمصلحة فريق الأحرار، الضربة الحرة المباشرة للحميد. نشاهد ونتابع الكرة
الكرة ملعوبة، الكرة عالية وهوائية. الله، حارس المرمى يؤدي دور البطل في اللقطة الماضية، أبعدها إلى خارج الملعب. عبد الرؤوف عبد الله إلى ضربة ركنية لمصلحة الفريق الأصفر في هذا اللقاء. الكرة تمر، المحاولات لا تأتي، الكرة فيها أيضا تغطية وإبعاد لمصلحة الأحقاف، الكرة فيها تمريرة، المحاولة وصلت لكن مقطوعة. الآن الرياح أيضا تعمل دور مع فريق الأحرار، عليهم بأن يستغلونها إذا أرادوا أن يكونون ويتوجون أبطالا في هذه الليلة. كرة أبعدت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة الأحرار، من يبحثون عن هدف التعديل في هذا اللقاء، عن هدف العودة في هذا المساء. هنا الركنية على يمين حارس المرمى عبد الرؤوف عبد الله. هل يستمر في رحلة الإبداع والتألق وإبعاد الكرات عن مرمى فريقه؟ العرضية ملعوبة، الإبعاد يأتي ما شاء الله. مدافعي الأحقاف يقدمون مباراة كبيرة قتالية في هذه الليلة، لكن هذه كرة حارس المرمى ما شاء الله عليك، ما شاء الله. رجل شوط المباراة الثاني عبد الرؤوف عبد الله يقدم مستوى كبير، ينقذ فريقه من أكثر من فرصة، من أكثر من هدف محقق كان. الكرة تعود في منتصف الملعب، المحاولة عند بجندوح لكن يخسرها، تعود من جديد بجندوح، تمريرة إلى الاف 16، انطلاقة، المحاولة عند ناصر وأحمد برشيد، التقدم لكن بالأخير تقطع الكرة الماضية. شايفين الصراع والقتال في اللقطة الماضية، بجندوح والصراع، لكن بالأخير تبعد الكرة وتعود عند حارس المرمى عبد الرؤوف. نعم عبد الله من حصل على الكرة الماضية. إذن الوقت يمر سريعا على فريق الأحرار في هذا اللقاء، لأنهم يتأخرون في هذه الليلة وفي هذه المواجهة، بينما يكون الوقت بطيء جدا على فريق الأحقاف. يا رب، يا الله، هدف التعديل يأتي عن طريق الرقم 8، عن طريق الرقم 8. يا رب، يا الله، هكذا كرة القدم، عليك بأن تنتظر حتى الأخير. الدقيقة 30 يظهر الرقم 8. هو كان بديل لكنه يأتي بالدليل، يأتي بالبرهان للفريق الحميدي في هذا اللقاء. اللاعب أسعد بسيود إذن يعيد الحميدة في هذا اللقاء وفي هذه الليلة. الله على هذه المباراة وهذا الفاينل وهذا الكلاسيكو ما بين الفريقين في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. يظهر اللاعب أسعد بسيود ويسجل على طريقة الهدف الأول، والله على طريقة الهدف الأول في هذا اللقاء، بينما هنا يرتكب خطأ أسعد أيضا، وضربة حرة لمصلحة فريق الأحقاف، ضربة حرة لمصلحة فريق الأحقاف. الورقات الصفراء تستمر، الأوراق الصفراء مستمرة مشاهدينا الكرام متابعينا في هذا المكان. هنا ضربة حرة لمصلحة فريق الأحقاف في الدقيقة الأخيرة، هي دقائق الجحفلة. نعم، جحفلوهم وعادوا في هذا اللقاء، جحفلوهم وعادوا في هذا الكلاسيكو وفي هذا الفاينل. تمريرة تعود، المحاولة، الأعلام الصفراء ترتفع الآن، بينما الطموحات أيضا ترتفع والآمال أيضا. المحاولة تعود، المرتدة، دقيقتين كوقت بدل ضايع، واحدة مرت ومتبقية دقيقة على نهاية اللقاء. هل نذهب إلى اللاترية؟ هل نذهب إلى ركلات الحظ الترجيحية؟ أم هناك هدف آخر، هدفا يقتل أحلام فريق آخر؟ الراسية، المتابعة، العودة، المحاولات، بجندوح، تمريرة، لكن خطأ في اللقطة الماضية. نرحب بأيضا عبد القادر فرج غيث مدير مكتبي
الغرفة التجارية من يحضر في هذه الليلة وكل الضيوف الذين يتوافدون في هذه الليلة في منطقة العيون. هنا الرقم 8 هو من حرك اللقاء مرة أخرى، بينما هنا أيضا تغيير على مستوى حراس المرمى. على مستوى حراس المرمى الحارس عبد الرؤوف عبد الله يترك أرضية الملعب، والحارس البديل يشارك في هذه الليلة. بينما هنا صافرة نهاية هذا اللقاء ركلات الحظ الترجيحية. ركلات الحظ الترجيحية كيف ستكون لمصلحة من تكون أيضا؟ إذن ركلات الترجيح هي من تحسم هذا اللقاء. نتمنى من الجماهير عدم الدخول إلى أرضية هذا الملعب من أجل استكمال هذا اللقاء الذي لم ينتهي بعد، الذي لم ينتهي بعد. كلاسيكو الساحل لا زال مستمر. حكم اللقاء والطرد في هذه الأثناء بطاقة حمراء ظهرت في اللقطة الماضية، ظهرت في اللقطة الماضية. اللقاء لم ينتهي بعد، المواجهة لا زال فيها شيء، لا زالت ركلات الحظ الترجيحية هي من تحسم هذا اللقاء، هي من تحسم هذه المواجهة. إذا باللترية يكون حسم هذا اللقاء. على عودة الأحرار، على عودة العميد في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. عاد العميد وسجل هدف التعديل عن طريق اللاعب أسعد بسيود، عن طريق البديل. كان خير بديل في هذا اللقاء، سجل هدف التعديل والعودة من أجل إعادة المباراة لنقطة البداية. إذا ركلات الحظ الترجيحية، ركلات الحظ الترجيحية. وأيضا في هذه اللحظات نستغل الفرنسيون هناك في عام 2006 في ملعب برلين بعد الخسارة لنهاية كأس العالم، بعد الخسارة لنهائي كأس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني انه ما كنت اتوقع ان يكون الحضور الجماهيري بهذه الصورة، وكنت اتوقع ايضا ان اشاهد مباراة جيدة جدا والاداء طيب، لكن الرياح كان لها كلام اخر. ونتمنى ان تكون النتيجة الان عادلة بين الفريقين، ولكن ضربات الترجيح هي الفيصل. في اعتقادي انه من حق الفريق الذي لديه اعصاب هادية يستحق ان يفوز في هذه المباراة. والله هذا انطباع اي انسان، يعني تشريف للشهداء اللي سقطوا وتشجيعا للرياضه في حضرموت، وان شاء الله مزيدا من هذه المسابقات الرياضيه التي تظهر لنا كثير من المواهب وتنعش المحافظ الرياضيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في يوم طيبة، ليلة مباركة بهذا الذي قام به الدوري وعلى شهداء أهل منطقة العيون، ونترحم عليهم إن شاء الله خالدين في الجنة كافة الشهداء من قوات النخبة من المواطنين. نحن نشكر الأخ المقدم عمر بسلوم على اهتمامه بهذا الدوري، ونشكر القائمين عليها مثل مدير عام مديرية الغيل محمد عوض مطرف. نشكر الأخوة، نشكر جميع الحاضرين الذي دعموا في وجود ريح قوية، وهي ما زالت المباراة مقبوضة بالبشر. ونشكر جميع الشباب الحاضرين وشكرا. إذن هل تكون من نصيب أبناء العاصمة؟ هل تكون من نصيب أبناء العاصمة أم من نصيب الفريق الآخر؟ هنا ركلات الحظ الترجيحية الأولى لفريق الأحقاف، يتقدمون. الله، كرة وركلة أولى بنجاح لمصلحة فريق الأحقاف. إذا تسجل، إذا تدون الركلة الترجيحية الأولى لمصلحة فريق الأحقاف بنجاح. الركلة الترجيحية إذا يسجلها لاعب فريق الأحقاف بنجاح. الآن الركلة الترجيحية لمصلحة فريق الأحرار صاحب الهدف التعديل أسعد إذا السود، أسعد بسيود.
على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى. أسعد من أعادهم على تنفيذ الركلة. الله يسجل بنجاح في هذا اللقاء، يسجل بنجاح ويعدل أيضا من خلال ركلات الترجيح، من خلال ركلات الترجيح. الركلة الترجيحية الثانية هنا سجدة الشكر من جانب اللاعب أسعد بسيود بعد أن سجل الركلة الترجيحية بنجاح. الآن الاف 16 على التنفيذ اللاعب أحمد برشيد. أحمد على تنفيذها، أحمد الله عليك، يضعها في المرمى على اليسار، وضعها على اليسار من أجل أن تصحح هذا المسار. الركلة الترجيحية الثانية على تنفيذ محمد بطاط لاعب فريق الأحرار. إذن هو من ينفذ الركلة الترجيحية الثانية. في الحراسة السعيد بوزير من ينفذ، إذن محمد ينفذ، والسعيد في حراسة المرمى، والسعيد في حراسة المرمى محمد بطاط. ما شاء الله بنجاح ركلات الترجيح، بنجاح ركلات الترجيح. حتى الآن يتعادلون ركلتين مقابل ركلتين. والقادم أيضا زكريا أحمد صاحب الرقم 14. وفي الحراسة عبد الله إبراهيم من اهتزت شباكه في هذا الدوري مرة واحدة. زكريا أحمد، زكريا على التنفيذ، زكريا الله يسجل بامتياز، يسجل بامتياز، يضعها في المرمى. الركلة الترجيحية الثالثة صاحب الرقم 17 محمد إبراهيم. إذن على التنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. هل يسجل أم يتألق سعيد بوزير من شارك كبديلا للحارس عبد الرؤوف عبد الله؟ على التنفيذ اللاعب محمد إبراهيم. إذن على تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة لمصلحة فريق الأحرار للعميد. الآن محمد إبراهيم يتطلع من أجل التسجيل. الله جودة ركلات الحظ الترجيحية، يضعها في منتصف المرمى، يضعها في منتصف المرمى. الركلة الترجيحية الرابعة، الركلة الترجيحية الرابعة عمر بعويضان من أجل أن يعوض فريقه في هذا اللقاء بعد أن عاد الأحرار. الركلة الترجيحية الرابعة هل تسجل بنجاح أم تضيع على فريق الأحقاف؟ عمر بعويضان على التنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة. إبراهيم عبد الله على الحراسة أيضا. عمر يا سلام، الله على الركلة، الله في مكان وضعها، في مكان وضعها معلنا عن تقدم الأحقاف من خلال ركلات الحظ الترجيحية، من خلال ركلات الحظ الترجيحية. محمد بوسبعة على التنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة من أجل التعديل أو من أجل الضياع. نشاهد ونتابع محمد بوسبعة على التنفيذ. محمد يا سلام، الله على ركلات الترجيح. يلعبون أيضا ركلات الترجيح بمنتهى الروعة، بمنتهى الدقة، يضعون الكرات. الحراس يحاولون لكن كل الكرات بعيدة، كل الكرات بعيدة. أيضا الركلة الترجيحية ناصر يا ناصر، ناصر يا السعدي كابتن نادي الشعب على التنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة. ركلة الحسم قد تكون. إذا ناصر السعدي، ناصر، ورحلة الركلة الترجيحية الخامسة الأخيرة للأحقاف. ناصر في المرمى يضعها بنجاح. الركلة الأخيرة ياسر بطاط، ياسر والحمل الكبير ياسر بطاط، والركلة الترجيحية الأخيرة. الآن ركلة الحسم، الآن قد تفرح العاصمة بأكملها وتحزن السعاد، قد تفرح السعاد وتحزن العاصمة. ياسر يا رباه، وضعها في المرمى، وضعها في المرمى. يتعادلون. القرعة ستكون فاصلة بالأخير، ستكون فاصلة بالأخير. إذن يتعادلون ب1-1 بركلات الترجيح، 5 ركلات مقابل 5. إذن بالأخير
الحسم يأتي من خلال القرعة. إذا ضربة القرعة وضربة الحظ من نصيب من ستكون مشاهدينا الكرام متابعينا في هذا المكان. إذا كباتنة الفريقين مع حكم اللقاء من أجل إجراء القرعة. إذا كأس البطولة وال100 ألف من نصيب من؟ كأس الوصافة وال50,000 إذا من نصيب من؟ هل تكون للأمواج الزرقاء أم تكون للفريق؟ هي أيضا القرعة من تحسم هذا اللقب، من تحسم هذا اللقب. نعم أيضا القرعة من تكون بالأخير لنهاية هذا الدوري. شكرا لكل من سعى من أجل إنجاح هذا الدوري. شكرا للشيخ أبو عزام من كان دائما في هذه البطولة من أجل إنجاح هذا الدوري، من أجل إنجاح أيضا هذه البطولة، بطولة الوفاء والعرفان لشهداء منطقة العيون وضواحيها بمشاركة 24 فريق. وصل بالأخير فريق الأحقاف إذن بالشرج المكلا وفريق الأحرار إذن بعيد الشحر. هكذا وصلوا وهكذا تعادلوا بالأخير. قرعة الحسم من نصيب الأحقاف. مبروك للأمواج الزرقاء هذا البطولة وهذا اللقب وهذه الليلة. الآن يتوج فريق الأحقاف من شرج باسالم بطلا لبطولة الشهداء منطقة العيون من قوات النخبة الحضرمية، وذلك بإجراء القرعة والتي كان طرفها الثاني الأحرار من سعاد الشحر. ها هو الأحقاف يتوج بطلا لهذه البطولة. مبروك لفريق الأحقاف، مبروك لفريق الأحقاف، وحظ أوفر لفريق أحرار الشحر. الآن هم يفرحون يتوجون بهذه البطولة الغالية لشهداء قوات النخبة الحضرمية من أبناء منطقة العيون. هؤلاء الأحقاف طبعا المباراة شهدت التعادل الإيجابي في وقتها الأصلي، ومن ثم التعادل أيضا بركلات الجزاء الترجيحية. ها هي الفرحة الغامرة اليوم. شرج باسالم ستكون مواكبة لهذا الفرحة ولهذا الحدث الأبرز والعظيم. هؤلاء هم يفرحون. طيب مبروك لفريق الأحقاف هذا التتويج وهذا الانتصار الرائع الذي حققه اليوم في هذه المنطقة، منطقة العيون. وألف مبروك كابتن فريق الأحقاف أشرف العكبري. ماذا تقول بهذه المناسبة؟ نهدي هذا الكاس للجماهير وللكابتن جمال البعبود. نعم أيوة ما قصر صراحة، وشباب ما قصروا. سمع الصوت. ألف مبروك لفريق الأحقاف. كرام أهلا مرة أخرى بكم في هذا التتويج الرائع الذي حققه فريق الأحقاف. الآن معنا مدرب الفريق جمال بعبود. ماذا تقول وأنت اليوم تتوج ببطولة شهداء النخبة الحضرمية من منطقة العيون؟ أولا الحمد لله رب العالمين، فوز بفضل الله سبحانه وتعالى، وجهد اللاعبين ما راح بلاش. نعم. ونشكر أصحاب العيون على التنظيم هذا الرائع. هذا ما جاهم فراغا لما من جهودهم وأبدعوا في هذا التنظيم، وإن شاء الله يكون أكثر وأكثر بطولات. لأن العيون مطلوب أن لها ملعب محسس في المكان هذا إن شاء الله بإذن الله. هل كنت متوقع أن تتوج بطلا؟ إن شاء الله أنا متوقع من أول بطولة إن شاء الله. ممتاز. إن شاء الله بنتفائل بفريقنا في أي وقت. تهدي الفوز لمن؟ لجميع أبناء الأحقاف وأسرة المنقذ كلهم. يا سلام، شكرا. الله يحفظك يا رب. أتمنى لكم التوفيق. أيضا كذلك أعزائي المشاهدين معنا في الطرف الآخر الخاسر لكنه يظل بطلا لوصوله إلى المباراة النهائية فريق الأحرار من الشحر. هارد لك، وإن شاء الله نكون حظ أوفر في المسابقات القادمة. لكن ماذا تقول بهذه المناسبة؟ أولا نشكر التغطية الإعلامية من صوت الجنوب، ونعتذر من الجمهور الكرام على هذا التشجيع الأكثر من رائع والمؤازرة، ونقول له حظا أوفر في المباريات القادمة إن شاء الله، ونعوضكم في المستقبل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام الآن يتم تكريم وصيف بطل هذه البطولة فريق الأحرار من سعاد الشحر الزمينة، الذي طبعا كان هو بطلا طبعا، والفوز جاء بالقرعة. تعادل في المباراة بهدف لكل منهما أمام فريق الأحقاف الذي توج بالقرعة بطلا لهذه البطولة الغالية الذي رعاها الشيخ عمر باقر باسلوم أبو عزام راعي هذه البطولة. دوري شهداء النخبة الحضرمية من قوات النخبة الحضرمية في منطقة العيون وضواحيها. الآن يتم تسليم كأس الوصافة لقائد فريق الأحرار
من الشحر حسني حامد هو من يتسلم من أبو عزام كأس الوصافة ويرفعه، لكن نقول حظ أوفر لفريق الأحرار. هم قدموا، هم أبدعوا، هم وصلوا للنهاية وحققوا ما أرادوا، لكن القرعة كانت حاسمة وكانت هي من سنحت لفريق الأحقاف أن يتوج بطلا لهذه البطولة. الآن هذه البطولة الأزرق فريق الأحقاف من شرجبة سالم يصعدون إلى منصة التتويج ل40 عاما من الإنجازات. تحقق هذا الفريق 41 عاما الإنجاز التاريخي لهم. أبناء شرجبة سالم سيحتفلون إلى الفجر في هذه المناسبة وهذا التتويج الرائع والجميل. طبعا بكل تأكيد أعزائي المشاهدين أنتم شاهدتم تفاصيل هذه المباراة التي علق بجمال روعها وكذلك جميل وصفها المعلق الرياضي من أبناء تريم الرائع منير بوكر، كان واصفا للتعليق هذا الحدث الكروي الذي شهدته منطقة العيون. الآن الفرحة متواصلة لفريق الأحقافي من شرجبة سالم، هم يحتفلون، هم يتوجون أبطالا لهذه المسابقة الكروية. 41 عاما من الإنجازات التاريخية الكروية لهذا الفريق العريق الذي ينطوي تحت إدارة نادي التضامن من شرجبة سالم. كلنا أحقاف، هذا هو الشعار، هذا هو الرمز، هذا هو التاريخ، هذه هي العراقة. اليوم يبتهجون ويحتفلون، هم تقدموا في بداية هذه المباراة وعادل الأحرار، لكن أيضا ضربات الجزاء الترجيحية لم تكن أيضا منصفة فذهبت للتعادل، وأيضا كذلك القرعة أنصفت هذا الفريق واستطاع أن يحقق ويتوج بطلا لهذه البطولة. شكرا، كلنا أحقاف، شكرا يا أهل العيون، يشكرون أهل العيون على الوفاء، على التقدير، على التنظيم، على النجاح المتميز لهذه البطولة. طبعا تضحيات كبيرة، شهداء منطقة العيون وكذلك شهداء النخبة الحضرموت، حريرهم مدينة المكلا وساحل حضرموت من التنظيم الإرهابي، تنظيم ما يعرف بتنظيم القاعدة. نترككم مع هذا التفصيل الرائع والجميل مع المعلق الرياضي المتميز منير بوكر الذي حضر وواكب هذه البطولة وهذا النهائي الرائع والجميل من مدينة تريم الغناء. يحضر هذا اللقاء ليوصف والمشاهدين بالصورة والحدث المتميز. الآن كابتن فريق الأحقاف ورئيس فريق الأحقاف من شرجبة سالم محمد علي الهيش الآن كأس البطولة يتوجون، يرفعونه لأنهم الأبطال يستحقون هذه الأعير النارية الاحتفائية. هذا هو أبو عزام يتوج بطل هذه البطولة فريق الأحقاف من شرجبة سالم بكأس هذه البطولة الرائعة. يرفعون الكأس الغالية شهداء قوات النخبة الحضرمية من منطقة العيون، هؤلاء من يتوجون، وهذه الفرحة العامرة من هذا الفريق وهذه الكتيبة الزرقاء، وهؤلاء ما زالت الأهازيج والفرحة عامرة وستستمر. هؤلاء يتوجون أبطالا بأمانة أقول لك بصراحة، يعني أنا تقريبا حضوري دائما مع مباريات النهائي الفرق محدودة جدا، يعني ما يحضر. حضرت اليوم صراحة يعني فوجئت يعني بهذا الزخم الكبير هذا وهذا الأعداد الكبير وهذا الجهود الكبيرة اللي تبذل، يعني صراحة يعني شيء خيالي يعني صراحة. فما توقعت أبدا إنه العيون بهذا الشكل يعني بيكون فيها إعداد وتهيئة وإلى آخره يعني. فصراحة أنا معجب كثير بالاعداد وبالتهيئه وبالجهود فريق العيون
لاستضافتهم هذه المباراة النهائية. هذا جانب. الجانب الثاني اللي أبهرني كثير يعني الجماهير المتعطشة لرياضة حضرموت، وللأسف الشديد نقول إنه حتى الآن يعني ما في هناك شوية كذا جهود قادرة تظهر هذا الرغبات هذه وتطمنها وتعطي لها شوية الأمان بأنه في رياضة قادمة يعني. ربنا إن شاء الله أنا أتمنى إنه الإخوان اللي في القيادة الرياضية واللي في أيضا في الفروع وفي كامل يعني الحياة الرياضية إنهم يبذلوا جهود كبيرة وإنه يروا الجماهير هذه المتعطشة دائما ويعطوها شيء بعض حق يعني لها أن ترى رياضة متحفزة في حضرموت. أتمنى من الله الكثير أن يوفق العيون ويوفق كل الرياضيين، ونرى إن شاء الله مستقبلا قريب يعني رياضتنا هذه المتحفزة إن شاء الله.